السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. انا الفيديو ده مش عامله علشان اطلع احفل على بيومي فؤاد. انا بيتهيألي هو يعني بصراحه الشعب المصري ما قصرش معاه وخد كفايته وزياده، لكن بصراحه النقطه اللي انا واقف عندها هنا هو تبديل الحال من حال الى حال. يعني بيومي فؤاد ده من اسبوعين بالظبط يا مؤمن، من اسبوعين بالظبط كان واحد من اكتر الناس المحبوبه في مجاله اللي هو الفن زي ما بقول. يعني على الرغم من اللي كان بيقدمه ده نوع من الهلس والضحك، واحنا عارفين ان هو هلس وضحك وبنضحك عليه عادي. هيز كوميديان، يعني هو راجل كوميديان وده اكل عيش، عشان بس ما يطلعش يزيط علينا ويقول لنا بنقدم فن ومش عارف ايه يعني ما انت فن ايه؟ صلى على النبي. يعني بجد، يعني انت لو بتعتبر نفسك فنان وبتقدم فن، امال يعني احمد زكي، نور الشريف، عادل امام دول ايه يعني؟ تنانين مجنحه يعني ولا ايه؟ يعني سبحان الله، اللي كان واحد من اكتر الناس المحبوبين في المجتمع المصري بقى اكتر واحد منبوذ في المجتمع المصري. فهنا بقى النقطه اللي بتيجي تقول لك يعني سبحان مغير الاحوال من حال الى حال. بس هل تعلم لو بيومي فؤاد ده مثلا عنده شويه احساس كده وفيلينج، بيحس كده وبيشعر كده، تعرف ان بيومي فؤاد بعد اللي حصل ده ممكن يدخل في موجه اكتئاب؟ وهنا بقى لا فلوس ولا دولارات ولا شقق ولا فيلات ولا ساحل. حاله الاكتئاب اللي بيتكلم عليها دي هي حاله الاكتئاب اللي كان فيها محمد سلام. على فكره لو انت لاحظت على وشه وهو بيتكلم في الفيديو تحس ان هو كان داخل على دور اكتئاب من اللي بيشوفه واللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين. لكن حالات الاكتئاب اللي ممكن تيجي لبيومي فؤاد من كتر الضغط والنقد الشديد عليه وده وارد. فبجد بجد اللهم انا نستعيذ بك من تقلب الاحوال. سبحانك ربي ممكن يقلب الحال من الحال الى حال في كده يا جماعه، والله العظيم كده. فدايما عايزين يعني بجد انا بفكر نفسي وبفكركم والله بالدعاء ده بالذات، تقلب الاحوال. اللهم انا نستعيذ من تقلب الاحوال. تاني حاجه ودي الاهم بصراحه، دي اللي انا عامل عليها الفيديو بتاع النهارده، لب الموضوع بقى اسمه الاستمراريه، كونتينيوتي. وانا هنا انا ما بتكلمش اي حد بصراحه، انا هتكلم عن نفسي انا كمثال، لان الاستمراريه دي يعني بعد 38 سنه عايشهم على كوكب الارض عرفت ان الاستمراريه دي هي اساس نجاح. كلمه الاستمراريه. بس اللي انا بتكلم على الاستمراريه وفي الوقت ده تحديدا وايه علاقته بالموضوع واللي بيجري حوالينا، انا هديك مثال عنه. يعني انا يوم ما طلعت عملت فيديوز مثلا من سنه 2016، ده اول فيديو كان نازل ليا، انت بتتكلم في 8 سنين دلوقتي. انا لو كنت استمريت في عمل فيديوهات لحد دلوقتي يعني مثلا ويكلي او باي ويكلي حتى، اكيد كان زماني هيكون زماني في حته ثانيه، على الاقل مش هكون مثلا زي دلوقتي مثلا. هنا اللي اختلف معايا هو عامل الاستمراريه. انا ما استمرتش، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقى، هو الشيطان بقى اللي كان بيقعد يلعب في دماغ الواحد عشان يهبطك therefore you quit، وبعد كده انت خلاص بقى تقلع عن الموضوع خالص. طيب ايه علاقه الاستمراريه بقى باللي بيحصل دلوقتي؟ انا هقول دلوقتي المقاطعه شغاله والناس كلها مقاطعه منتجات معينه اللي هي بتخدم الكيان الصهيوني، ربنا ياخدهم بحق جهنم يا رب. بس المقاطعه دلوقتي هي جايه من دافع الحماس والحميه اللي عندنا تجاه اخواتنا في فلسطين. ولكن انا عايز اسالك سؤال، هل لو حصل زي سيز فاير من بكره مثلا اللي هو توقف اطلاق النار ده مثلا، هتكمل مقاطعه ولا هتبطل؟ ما هي بتعتبر بالنسبه لي هي مقاطعه مؤقته. يعني هديك مثال، ايام ما كانت الدنمارك يعني كانت بتسيء الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا عملنا عليها حمله مقاطعه، وفرنسا كان نفس الكلام برضه، ولكن المقاطعه دي كانت مؤقته. يعني احنا قطعنا المنتجات الفرنسيه الدنماركيه والكلام ده كله مؤقتا، بس دلوقتي خلاص بقى رجعنا بقى وبنشتريها والدنيا تمام وعادي وبيس يعني. لكن تخيل معايا كده لو المقاطعه دي استمرت مثلا سنه، سنتين، 10 سنين، اقول لك العمر كله، تفتكر في فرق هيحصل؟ واو فرق كبير جدا. الفرنشايز دي هتبدا تطلع من البلد المقاطعه. ليه؟ مش هيكون عليها اقبال، ولكن الاستمراريه في المقاطعه دي هتعمل حاجه ماجيكال سحريه، اللي هو هتعمل بوست لاقتصاد البلد اللي انت منها. انا ما بتكلمش عن مصر تحديدا، انا بتكلم عن كل بلاد المسلمين، لان القضيه دي المفروض تخص كل مسلم عربي. يعني 2.2 مليار بني ادم عايشين على الكوكب ده. تخيل معايا لو 2.2 مليار بني ادم استمروا في المقاطعه دي، اقسم بالله هنجيب مناخيرهم الارض. انا بقسم لك بالله. ليه؟ لان الدول دي دول راسماليه، هي المال هو اللي بيديها الباور، وللاسف قله المال عندنا هي اللي منزلنا شويه. تخيل معايا الاستمراريه دي لو كانت حصلت في حادثه زي بتاعه مثلا محمد الدره. فاكرين محمد الدره؟ الحادثه دي من الحوادث اللي هزت كيان كل واحد صراحه. ليه؟ لانها اتنقلت لايف. انا عارف اللي حصل لمحمد الدره بيحصل دلوقتي، ولكن كان محمد الدره كان سبيشال كيس، لانه اتقتل في حضن ابوه وعلى مسمع ومرأة كل الناس، العرب والغرب، العالم كله. تخيل احنا لو كنا اخدنا موقف من يوم مقتل محمد الدره لحد دلوقتي، المقاطعه اللي احنا بنتكلم عليها دي، كان ممكن يكون فعلا الكيان الصهيوني بيرد بنفس الشراسه كده، كان ممكن اصلا تلاقيه موجود ممكن. فهنا حته الاستمراريه بتفرق. ده انا قاعد عمال بفكر مع نفسي كده، حته الاستمراريه بتفرق جامد. ومبدا الاستمراريه ده المفروض بصراحه ان هو يتطبق على حاجات كتير.
حاجات كتير في حياتك انت الشخصيه، وحاجات كتير الشعوب كلها تكون متوافقه عليها. ما تستهينش ابدا بقوه الشعب. يعني اي نعم بيبقى فيه حكام، ولكن الشعب انا شايف ان هو ليه اليد العليا، بجد ليه اليد العليا في التصرف. وان ما كانش الموضوع كده ما كانوش اطلقوا علينا بالاعلاميين، يعني زي امثال عمرو اديب وموسى والديهي والناس دي. ليه؟ علشان يقعد يلعب في دماغك. فهناخد مثال كده، لو الشعب كله خلاص عرف مثلا حقيقه عمرو اديب اللي هو يعني بيحسس ان هو حرف سعودي، يعني لو الناس كلها قطعت عمرو اديب، تفتكر عمرو اديب هيبقى بنفس قوه عمرو اديب دلوقتي؟ لا طبعا، مش ممكن يعيد نفسه ويرجع للصواب من تاني، اكيد طبعا. ويس على كده بقى كل اللي احنا بنشوفه مع التلفزيون دول، الناس دي لو اتقطعت ما حدش، هو كده كده بس ما حدش، انا عارف ان ما حدش بيتفرج عليهم، ولكن هي فيديوهاتهم بتفضل تظهر على السكرول كده وانت بتعمل سكرول على الفيسبوك، سبحان الله بيطلعوا لك في وشك كده، يعني ما بيكونش قدامك اي اوبشنز، بس لا بيبقى قدامك اوبشن ان هو انت تعمل ايه، كب شيل بقى المحتويات الزباله بقى اللي بتظهر لك دي، حتى ما تدخلش تشتم، لا تعطيها اي اهتمام، هتموت لوحدها. وكمان عايزك تاخد بالك من الترندات اللي بتطلع every now and then. يعني لما تيجي تفكر فيها كده، انا عن نفسي عندي يقين ان الترندات دي مفتعله وموجهه، وكمان ممكن يكون بتصرف عليها. وانا عارف انك بتدخل تشتم في الترندات دي، بس شتمتك في الترندات دي بتعلي من نسبه الفيوز بتاعتها اكتر على حساب محتوى تاني مثلا. اقسم بالله يا جماعه احنا عندنا شويه يوتيوبرز، ايجيبشن يوتيوبرز من مصر، والله عندهم ما شاء الله محتوى كفيل ان هو يعلمك اللي فاتك من عمرك كله. بجد في شويه يوتيوبرز في مصر تقال جدا، المحتوى بتاعهم هادف جدا، تقدر ان انت تتفرج على فيديو وتطلع منه بمعلومه، تتعلم منه حاجه جديده. خلي دايما نوعيه الفيديوهات دي هي اللي بتاخد الكونسنتريشن بتاعك، التركيز بتاعك. انما التفاهه والهبل اللي احنا بنشوفه ده لو انت عملت له سكيب، لو انت سبته كده هيموت لوحده. فالاستمراريه انا شايف ان هي the key to success، حتى في الجولز بتاعتك انت الشخصيه. انا بفكر نفسي وبفكرك انت كمان، الاستمراريه دي هي اساس النجاح. استمر في المقاطعه، استمر في تحقيق اهدافك، استمر في انك تعمل سكيب للحاجات التافهه اللي بتظهر لك، لان انت كده بتساعد انها تموت لوحدها. لكن لو عملت عليها تفاعل والكلام ده كله فهي بتفور. فخد بالك كويس. وقبل ما ننهي الفيديو ده عايزين ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب يثبتهم وينصرهم. انا عندي احساس ان شاء الله ان النصر جاي وقريب، ويا رب نعيش لحد ما نشوف اليوم ده. سلام.